صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد وأصحابه أجمعين. صباح الفل عليكم أو مساء الفل عليكم على حسب ما بتشوفوني. قولولي بقى عاملين ايه؟ الجو اليومين دول حر جدا جدا جدا، ويقال ان لسه الجو هيرفع، يعني الحرارة هترفع. ربنا يتولانا برحمته بقى. قلت بقى لا، اقوم اروق كده الشقة وارتبها واحط كل حاجة مكانها ونخلي الدنيا زي الفل، بحيث يعني لما بيكون الجو حر الواحد بيبقى زهقان وما بيبقاش عايز يعمل حاجه. طبعا زي ما احنا زي ما انتم عارفين، انا كنت مروقه معاكم الاوضه دي ومسحاها، والنهارده بقى كملنا بقيه الشقه في الفيديو بتاعنا. وبجد بجد رجعت الشقه زي ما كانت، كل حاجه مكانها. كنت تعبانه، قعدت تعبانه يوم الاربع. عايزه اقولكم ان انا نمت من ساعه العصر، صحيت تاني يوم الخميس الساعه 1 الظهر. ازاي لمبي معرفش، اللي جاب القلعه جنب البحر معرفش. بجد كنت تعبانه قوي، كنت سايبه العيال ونايمه ومش عارفه، يعني مش عارفه ايه التعب، يعني ايه الدور الجامد دوت. هي كانت نزله برد تقريبا يعني، وكانت سخونيه وكده. اخدت العلاج الحمد لله وبقت كويسه، فقلت بقى لا، يعني انا تعبت. لو حد دخل والشقه مكركبه كده داير ينفع؟ ما ينفعش. يقولوا علينا معفنين، يقولوا علينا منتنين، ما ينفعش طبعا. دخلت بقى على اوضه النوم، روقت السرير زي ما انتم ما شفتوا، حطيت كل حاجه مكانها. الحمد لله الشقه نظيفه وزي الفل. احنا كنا لسه مسحينها، ما بقيناش يومين مع بعض. دخلت بقى على اوضه العيال، ويعني على فكره من النادر قوي ان تبقى الاوض مكركبه. هي يعني عندي في المكان اللي بيبقى مكركب دايما هي الصاله، لان دي بنعيش فيها، بناكل فيها، بنشرب فيها، بنقعد ليل ونهار فيها، فهي دي الاوضه اللي بتبقى مكركبه. اما بقيه الشقه بتبقى نظيفه وبتبقى زي الفل. ما تصدقوش يعني الكلام اللي انا بقعد اقوله كده، احنا بنهزر مع بعض ان الشقه ما بتتروقش والكلام ده، انا بهزر معاكم طبعا. لميت الغسيل على الحبل ونشرت غيره. وقلت بقى لما اطبق الهدوم دي هدوم المدارس اللي انا بطبقها دي. هنقول بقى وداعا للمدارس وهدوم المدارس. عندي يوسف ابني داخل اولى اعدادي ان شاء الله باذن الله على خير، فالهدوم دي انا اصلا مش هستعملها تاني خلاص. لما بيكون عندي هدوم مش هستعملها تاني، او صغرت على ولادي، او مثلا خلاص مش محتاجينها، مش حابين يلبسوها تاني، بحاول اديها لحد قريب مني. عندنا يعني في جامع كده عندنا، بودي فيه الهدوم وكده. مش طلعت منظر ولا اقول كده عشان اتمنظر قدامكم، لا انا بقول لكم عشان انتوا ممكن تعملوا زيي. دي حاجة بتستفادوها مني يعني وكده، انتوا تشوفوا حد قريب منكم تديله الهدوم دوت، او مكان تبعتي فيه الهدوم دوت، تكسبي ثواب وانا اكسب ثواب معاكي. يعني ما انت يعني ما انا اعرفك الموضوع انا هكسب ثواب. حطيت بقى كل حاجه مكانها كده زي ما انتم ما شايفين. وعايزه اقول لكم ان انا بقالي حوالي 3 ايام مش بعمل حاجه غير ان انا بغسل وانشر بس. يعني الغسيل قعدت اقول لما الصيف يجي الغسيل هيخف علينا شويه، بنقلع حاجة صغيرة، بس بالعكس انا اكتشفت ان في الصيف بيبقى الغسيل اكتر من الشتاء، لان بنستحمى كل يوم. وانا عايزه اقول لكم ان عيالي ممكن يستحموا في اليوم مرتين، فبنقلع كتير يعني وكده. فما فيش راحه، يعني عايزه اقول لكم ان هو ما فيش راحه في الاخر. بصوا بقى شمس ربنا كده والنور بتاع ربنا. عايزه اقول لكم ان انا مصوره كده التصوير دوت على ضوء الشباك، ما كنتش فاتحه نور ولا حاجه. بصوا بقى يعني والله ما في احلى من نور ربنا. فتحت الدولاب كالعاده وانصدمت، وعايزه اقول لكم بيجيلي اكتئاب لما بفتح الدولاب ده والاقيه منعكش، لان انا كل يوم تقريبا بعدله. بصوا انا عشان اقف على الرف اللي فوق دوت بقف في قلب الدولاب، هما بقى بيبهدلوه كده ازاي، بيعملوا فيه ايه انا مش عارفه. ولقيتهم ما شاء الله عليهم مكسرين الرف، فانا اللي هو اللي تحت خالص دوت، فانا ما عدلتهوش يعني، سبته كده. قلت ايه، هبعدله مره تانية بقى. لسه هقعد انزل كل ده في الارض واقعد اطبقه من اول وجديد؟ لا، قلت اما اعدل الكام رف اللي بيبقى ايديهم فيهم على طول دولت. والله الرف اللي كسروه ده فيه هدوم الشتوي، بيفضلوا يطلعوا لي فيه انا مش عارفه، انا مش عارفه. ده حالنا كلنا وحال كل ام معاها عيال. آه عايزه اقول لكم ان انا الادراج والدولاب يعني عمري ما بلاقي حاجه محطوطه مكانها. وعندي بقى يونس ما شاء الله عليه اليومين دولت يفتح لي الادراج دي ويرمي لي الحاجات في الارض طول ما انا قاعده الم في الادراج. يلا ربنا يخلينا عيالنا يا رب ويهديهم لنا، امين يا رب العالمين. ويعيشوا كده ويوسخوا ويبهدلوا واحنا نعمل وراهم، عادي عادي عادي. روقنا بقى السراير دي وفرشنا بقى الفرش الخفيف، ودعم بقى للمفارش القطيفة والبطاطين. يا اختي كانوا بيخدلوا دراعاتنا.
اما بقى الملايات دي بتبقى خفيفة بتاعة الصيف، نفض واقلب وخلاص على كده. بس بلون، بس البطانية دي خفيفة قوي قوي قوي، يعني بتالي اقل من البطانية الرقة كمان، عشان لما بيشغلوا التكييف ما يبقاش الجو ساقع عليهم. يعني بيضغطوا بيه، يعني فاهميني. انتي كمان لو عندك تكييف في اوضه الاطفال، في اوضه النوم، في اي مكان، وعيالك بيناموا فيها، ما تسيبهمش كده يناموا من غير غطا عشان ما يبردوش. انا بحب اغطيهم بصراحه، عشان يعني التكييف ما يبردهمش وكده. ودي تاني اوضه وخلصت الحمد لله. ونشاهد بقى على روحنا، ندخل بقى على الصاله اللي فيها كركبه كتير. انا امبارح شلت السجاد بتاع الشقه كله وغسلته. فاكرين السجاد البامبا بتاع اوضه النوم اللي قلت لكم انا هشيله واغسله؟ شيلته وغسلته، وغسلت السجاد بتاع الصاله وبتاع اوضه الولاد ونشيله بقى للعيد خلاص، يعني احنا هنسيبه ينشف ونشيله للعيد. عايزه اقول لكم بقى، الكنب لما بشيل الدواسه بتاعه الكنب دي او المقعد بتاع الكنب، بلاقي كمية حاجات تحتيه، انا مش عارفة هو ايه ده، يعني هو انتوا كلكم كده ولا انا بس؟ بنلاقي قشر لب، بنلاقي مش فلوس، بنلاقي لعب، بنلاقي حاجات، يعني الحجار بتاعة الريموت. قولوا لي بقى، انتوا كمان كده؟ يعني انتوا زي كده ولادكم بيعملوا كده ولا انا بس اللي عيالي بيعملوا كده؟ آه الحمد لله ما اتعورتش النهارده من الركنه دي. كل ما باجي انضفها كده لازم اتعور منها. الحمد لله المره دي ما اتعورناش منها. ما بنصحش اي حد في الدنيا يركب ستانلس في الكنب بتاعه او في الكراسي، عشان بجد بجد تنظيفها لازم تتعوري. ده غير ما باجي انضفها، ولادي لما بيلعبوا عليها بيتعوروا وحياة ربنا. شيلنا بقى الكنبه التانية. بصوا كنت بقول لهم على حاجه لقيتها فيه، دي مش عارفه ايه، دي فلوس تقريبا. كنا عمالين ندور عليها ومش لقيناها بقى تحت الكنبة. مفاتيح تضيع مني بنجيبها من تحت الكنبة. يعني ما اقولكوا دي حصالة، انا هعملها حصالة. رحتوا فين؟ لو وصلتوا لحد هنا اعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. بحبكم انتكم جدا 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 وبتفرحني. لو بتحبوني وعجبكم المحتوى بتاعي، عجبكم طريقتي، لازم تحطوا لي لايك للصفحه واشتراك يعني وكده، يعني كده. عروست بقى المخدات مكانها. عايزه اقول لكم ان الاوضه التانية، الجزء التاني من الريسبشن، انا ما عملتوش النهارده، سبته اعمله في يوم تاني، لان انا عايزه اعمل النيش بتاعي وعايزه اظبط فيها شويه حاجات، فدي كانت عايزه يعني يوم لوحدها. انا عملت الشقه كلها في الفيديو دوت، انما الاوضه دي ما عملتهاش. الصاله دي انا مسحاها امبارح بعد ما غسلت فيها السجاد، مسحتها. فقلت بقى النهارده لا، هديها تلميعه كده معاكم ونفرش فيها السجاده اللي انا شلتها ونفضتها. دي حافظه السجاد، هشيلها خلاص مش هحطها تاني. نحط بقى سجاده تاني عاديه. السجاد بقى التقيل دوت انا خلاص غسلته وشيلته، ان شاء الله مش هفرشه غير في العيد الكبير باذن الله. بتعملوا زي كده بقى ولا بتفضلوا سايبين السجاد في الارض لحد مثلا العيد، ولا بتعملوا ايه؟ قولولي. انا 3/4 اللي حواليا بنعمل كده. جبت بقى الشرشوبة حبيبة قلبي دي اللي مريحاني اليومين دولت، يعني بطريقة ما تتخيلوهاش. هدي الارض تلميع. الارض كانت نظيفة وكانت زي الفل، عشان انا زي ما قلت لكم مسحها امبارح. فطالما شلت ونفضت، لا انا عايزه اقول لكم اصلا ان الحافظه بتاعت السجاد دي اللي انا شلتها كان كلها تراب، وكانت مليانه بواقي لب وبتاع. يعني يما، يعني يما يا حسن السودان يا يما. المدارس خلصت بقى، ارتحنا من الصحيان بدري، بس ما يعني قاعدين بقى ليل ونهار في البيت، فالكركبة بقى واللطلطة وكل حاجة. ما بنخرجش، ما بنروحش في حتة، فتلاقي قعدتنا كلها في البيت، فتلاقينا طول ما احنا قاعدين ننقر في بعض ونتخانق مع بعض، انا وولادي طبعا مش حد تاني. ها بصوا، ما كنتش هجر الكنب دوت وقلت ايه يعني هلاقي تحت نضيف، فانتي مسحه امبارح. للاسف الشديد جريته ما لقيتش تحت نضيف، قلت الحمد لله ان انا جريته. ربنا يا رب يخلينا اولادنا ويعيشوا ويوسخوا ويبهدلوا، يعني هم ما كانش يعني ولا بنخرجهم ولا بنوديهم في حته ولا بتاع، يعني ما هيروحوا فين؟ يعني هيروحوا فين؟ جريت الكنبه دي كمان واديتها تلميعه كده زي الفل. وبجد بجد الشرشوبه دي حلوه قوي 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 وعمليه
يعني دخلت قلبي. انا جايباها بقالي كتير على فكره، ما كنتش بستعملها، يعني انا كنت من النوع اللي بحب استعمل الحاجات بتاعت زمان. يعني انا بمسح الارض بالحته العاديه، بجيب حته كده قديمه عندي وامسح بيها الارض. بس قلت لا، يعني اليومين دول بقى دراعي وجعني وتعبانه منه جدا. فقلت لا والله، اللي انا جايباكي مستنفعه بيكي، اعملي بحقك حتى. جبت بقى السجادة اليدوي دي، وده سجاد يدوي، ولا منه سجاد تقيل وكده، ولا منه مكت طبعا. فبحب افرشها بقى في الايام اللي بتبقى زي دي. كنت شايلاها فوق الدولاب، فحسيت ان هي مطربه، واديتها كنسه كده ولمعتها برضو بالشرشوبه. انا كنت غسلاها وشايلاها نظيفه وكل حاجه، بس مكان بقى ما كنت، يعني هي بقى لها حوالي شهر هي محطوطه فوق الدولاب وفي وش الشباك بتاع الشارع، فكنت حاسه ان هي مطربه. اديتها بقى كنسه ولمعناها بالشرشوبه، خليناها زي القمر. نرجع بقى الترابيزه مكانها. بجد كنت تعبت وحياة ربنا والله العظيم بجد. هجيب برضو الحافظه بتاعت الركنه او كسوه الركنه هنركبها. كنت بغسلها. انا قلت بقى بالمره نروق على الشقه كلها بالمره، عشان نبقى عملنا اللي علينا وزياده. عينا بقى ما عيناش، رقدنا ما رقدناش، يبقى احنا مخلين الدنيا زي الفل. عايزه اقول لكم ان الكسوه بتاعت ايد الركنه دي انا مش عارفه من غيرها ما كنتش هعرف اعيش، يعني بالذات الكنبه اللي هي التانية دي، في دخلة الركن، في دخلة الطرقه. الايد بتاعتها بتتوسخ، انتوا لو دققتوا كده هتحسوا ان هي اصلا الايد بتاعتها متسخه. فانا بحبهم جدا طبعا، محافظين لي على الركنه وعلى الايدين بتاعه الركنه. اي حد زيي يعني عنده عيال صغيره، عارفين انا بقول ايه يعني، وحافظين اللي انا فيه دوت. عذرا ايها الساده. حبك يعني ترني دلوقتي؟ هي حبكت يعني. ركبنا الكسوه التانية، وركب بقى دي الايد اللي انا بقولكم ان هي بتبقى يعني مش بتبقى نظيفه، بضطر ان انا اجيب لها حاجات يعني اغسلها بيها وكده. بس شفتوا، في بقى نشاط وحيوية اكتر من كده، وداعا بقى للكسل، ووداعا اني مش قادرة ومش عارفة اعمل حاجة والجو حر ومش عارف ايه. لا، قومي كده اتنشطي واعملي حاجتك. عملت الشقة كلها وما خدتش اي حاجة. وكان ده ما كانش فاضل لي غير المطبخ والحمام. دخلت صبنت الحمام وروقته وخليته زي الفل، ورشينا المعطر بتاعنا، وقلنا بقى ندخل على المطبخ. كنسنا الارض ولمنا الزبالة بتاعتنا، اعزكم الله. المطبخ برضو ما كانش مكركب، لان انا قبل ما انام كنت غسل المواعين بتاعتي، ما كنتش مخليه حاجه في الحوض. ما كانش فيه بس غير المواعين بتاعه النهارده. ادينا الارض برضو تلميعه كده بالشرشوبه بتاعتنا. شويه بقى شويه خل، شويه كلور، شويه دوني، شويه فينيك. حطي اي حاجه في الميه بتاعتك تخليكي كده تحسي بالانتعاش والنظافه. بس الدنيا بقت زي الفل. كمان شغلت الغسالة، مش عارفة جت ولا لسه. كنت شغلت الغسالة يعني ولا لأ. اهو لميت بقى فوط المطبخ، لميت الكوتشيهات وحطيتهم مع بعض يتغسلوا. عايزه اقول لكم ان الكوتشيهات لما بتدخل الغساله الاوتوماتيك او الفوق اوتوماتيك او اي غساله عامه، بيطلعوا زي الفل، بيطلعوا قشطه. هنلم بقى بواقي الاكل دي ونشيلها في شنطه عشان نطلعها للطيور. رحت فين؟ انا جيت اهو، انا جيت. قلت اغسل الصينيه دي في الاول كده عشان اعبي فيها المواعين، بعد كده غسلتها وركنتها، يعني غسلتها وركنتها. قلت نطلع المصفى، يعني بننسى المصفى ليه؟ نطلع المصفى. نقف بقى على الحوض وناخد نفس عميق جدا جدا جدا، ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ونذكر الله لا اله الا الله وحده لا شريك له. صلي على الرسول كتير كتير، وادعي كتير 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 كتير. احنا في ايام مفترجة، كل سنة وانتم طيبين. بكرة 1 ذو القعدة. ادعي بقى لولادك بالنجاح، ادعي لجوزك ربنا يرزقه، ربنا يكفيكوا شر الامراض يا رب. ربنا يخلي لي امي وابويا ويرحم امواتنا جميعا. ربنا يرزق كل واحد اللي بيتمناه يا رب، وينوله اللي بباله.
ادعوا بالله عليكم لطلاب الثانوية العامة كتير. ادعوا لكل الطلاب مش طلاب الثانوية العامة بس. يعني عايزة اقولكم ان تالتة اعدادي بتبقى حاطة ايديها على قلبها عقبال ما النتيجة بتطلع برضو. يعني مش الثانوية العامة بس. احنا دايما بنقول الثانوية العامة لان هما طبعا بيبقوا اتصرف عليهم كتير، اهاليهم عملت معاهم مجهود كتير. مع اني والله انا لحد دلوقتي انا ما عنديش عيال في ثانوي، يعني انا لحد دلوقتي ابتدائي. شايفة ان احنا كل مرة ببقى حاطة ايدي على قلبي لحد ما النتيجة تطلع، شايفة ان انا صرفنا وكلفنا وسهرنا. يعني ربنا يا رب ينجح ولادنا جميعا يا رب، وينول كل واحد اللي هو عايزه اللي هو بيحبه. كل واحد عايز يطلع دكتور، مهندس، ضابط، كل واحد نفسه في حاجة ربنا يا رب يديها له وينولها له يا رب. ما يخيب املنا ابدا 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 في عيالنا يا رب، ولا يعني يا رب نشوفهم احسن ناس وفي احسن حال. ربنا يرزق كل واحد اللي هو بيتمناه واللي نفسه فيه. صلوا بقى على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. كنت شفت كده على النت يعني جريدة الوطن كاتبة ان يوم الجمعة الجاي كل الجوامع هتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام في وقت واحد. يعني هيقولوا كده مع بعض اللهم صل على وبارك على سيدنا محمد. يعني اللي انا فهمته بجد لو الموضوع ده بجد يعني هتبقى حاجة احلى حاجة حصلت في مصر او في الدنيا السنة دي. بصوا بقى الفيديو بقى قمر. اشوفكم في فيديو جديد ويوم جديد ان شاء الله.